هسه خلونا نحكي عن التفسير العلمي وراء لوحة الأهداف، وشنو الشيء اللي يخلينا من صدق نحقق الأهداف نحطها على لوحة الأهداف، وهل هي هاي خرافات أو لأنه الناس كلها صارت هسه ضجة عليها وترند والناس كلها قاعدة تسويها فكنا خلونا نسوي لوحة الأهداف وما نقتنع بها. هذا الشيء غلط، لأنه لوحة الأهداف خلفها تفسير علمي، ومن صدق يا جماعة لوحة الأهداف تشتغل. وما أقول لكم هذا الشيء إنه كسحر تسوونه، وإنما هو له تفسير علمي يتعلق مخنا، يعني مخنا هو اللي راح يخلينا نحقق هاي الأهداف من صدق، لأنه عقلنا أو مخنا ما يفرق بين الأشياء الحقيقية اللي دا نعيشها والأشياء اللي نشوفها. فمن نباوع على الصور اللي حاطيها على لوحة الأهداف وإحنا قاعد نباوع على الصور، نحس بإحساس إنه كأنه إحنا عايشين التجربة أو الصورة اللي إحنا حاطيها. عقلنا أو مخنا عباله إحنا من صدق قاعد نعيش هاي التجربة، مو بس قاعد نباوع على صور وخلينا نشتغل أو نفكر بطرق تخلينا ننجز هذا الشعور اللي قاعد نشعره. فمخنا يقوم يساعدنا حتى ندور أشياء وطرق تساعدنا حتى نحقق هاي الأهداف. فعقلنا يقوم يوجهنا للأشياء اللي راح نسويها حتى نتقرب خطوة بخطوة حتى نحقق الأهداف الموجودة على هاي اللوحة. وصدقوني هذا الشيء اللي أقول لكم عليه هو شيء علمي وحقيقي، وأكبر دليل على هذا الشيء الممثل جيم كاري اللي طالع بفيلم الغبي والأغبى، اللي أكيد كنا شفنا هذا الفيلم. إنه قبل هذا الفيلم هو ما كان عنده إمكانية وحتى ما كانت تجي أدوار هواية، فسوى قام طبع تشيك أو الوصل اللي انتم تاخذونه حتى تروحون للبنك حتى يعطوكم فلوس. قام طبع هذا الوصل واللي فوق المكتوب الاسم المتلقي كتب اسمه والمبلغ كتب 10 ملايين، والسبب انه مهنة التمثيل، وحطه بالجزدان مالته اللي دائما ياخذه وياه. وطبعا قام يقدم على ادوار ويقدم 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 لحد ما انقبل بهذا الفيلم الغبي والاغبى. وتخيلوا بنهاية هذا الفيلم حصل على هذا الوصل او التشيك بقيمة 10 ملايين دولار، اسمه طبعا موجود من فوق، والسبب خدمة التمثيل. طبعا حتى هو قال بالمقابلة انه هذا الوصل اللي حطه بالجزدان هيقد ما استخدم الجزدان الوصل تقريبا قام يتقطع، بس بالاخير قدر يحقق وحصل على المبلغ اللي كتبه. يعني هو من كتبه ما كان يعرف على اي شيء، ما كان يعرف انه راح يجي هذا الفيلم، بس هو ظل يقدم على التمثيل ويقدم على ادوار ويقدم ويقدم، الا بالاخير ما حصل هذا الدور ونجح الفيلم وحصل ضبط على مقدار الفلوس اللي حطها.